ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اسهل واسرع وصفة فراخ ممكن تعملوها. وهنعمل جنبها مكرونة تحفة جدا. هما الاتنين هيستووا مع بعض في طاسة واحدة. اكلة سهلة وسريعة مناسبة جدا للصيف. طبعا مش بنقدر نقف في الحر في المطبخ. فالاكلة دي سهلة وسريعة ومش هتاخد معانا اي وقت. شايفين بقى الفراخ دايبة والمكرونة تحفة جدا. مش قادرة اوصف لكم بقى طعمها كان عامل ازاي. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. عندي هنا اوراق فراخ مخلية اي عدد طبعا. هنتبلها بقى بملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. وعندي زعتر ومعلقة كبيرة من الكاتشب. طبعا التوابل دي على حسب كمية الفراخ اللي عندنا. وعندي معلقتين كبار من الزبادي. وحطيت معلقة من الزيت بس انا ما تصورتش. هبدأ بقى ان انا ادعك التتبيلة دي كلها في الفراخ بالشكل ده كده. وممكن نشتغل فيها على طول وممكن بس نغطيها ساعة ساعتين كده تتبل في التلاجة. بعد ما اتبلت معايا بقى عندي هنا طاسة سخنة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت. هبدأ ان انا انزل بالفراخ بالشكل ده تاخد صدمة معايا. هديها هخليها تاخد لون من الجنبين بالشكل ده كده. بعد ما خدت لون معايا بالشكل ده كده هبدأ ان انا في جنب الطاسة كده هجيب بصلاية متوسطة. وابدأ ان انا اديها تشويحة مع الفراخ بالشكل ده. يدوب بس تتقلب حبة كده مع الزيت. بعد كده هغطي الطاسة بتاعتي واسيب الفراخ تستوي حوالي من تلت لنص ساعة تكون مستوية معايا طبعا على نار هادية خالص. بالشكل ده كده شايفين. في الوقت ده طبعا بكون حاطة حلة على النار فيها مية بتغلي. وهبدأ ان انا انزل بالمكرونة بتاعتي علشان تلحق تستوي. شايفين بقى كل الطعم نزل من الفراخ. الصوص ده طعمه تحفة جدا. هبدأ ان انا انزل عليه بمعلقة كبيرة من الدقيق. وهبدأ ان انا اقلبه كويس كده لحد ما الدقيق يختفي معايا. هنلاقي الصوص تقل معانا بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا انزل بكوباية كبيرة من اللبن. وابدأ ان انا اقلبها كويس مع الصوص ده. طبعا لبن كامل الدسم. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة وهقلب كويس. شايفين بقى الصوص بتاعي بقى لونه عامل ازاي. هقلب كويس وهبدأ بقى ان انا اظبط الملح بتاعي. هندوق ونشوف محتاجة ملح ولا لا. يا دوب بس الصوص بتاعي ياخد غلوة كده. في الوقت ده طبعا المكرونة عندي استوت. اي نوع مكرونة انتوا بتفضلوه. هبدأ بقى ان انا انزل بالمكرونة بتاعتي كده وهي سخنة على الصوص بالشكل ده كده.
وهبدأ ان انا اقلب المكرونة كويس كده مع الصوص لحد ما تاخد من الطعم. يا دوب بس كده تقلبتين كده المكرونة تاخد من طعم الصوص ده كويس وتتشربه. وبعد كده هطفي النار وابدأ بقى ان انا اقدمها مع الفراخ بالشكل ده. شايفين بقى شكل الفراخ والمكرونة وما خدتش معانا اي وقت، وكله في طاسة واحدة، محتاجناش ان احنا نستخدم كذا حلة. شايفين بقى الفراخ دايبة ومستوية ازاي. طبعا ممكن تعملوا الوصفة دي بصدور فراخ عادي جدا. شايفين طعمها تحفة جدا وسهلة وسريعة وما خدتش اي وقت معانا. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.